يحكى قديما أن بخيلا وكريما ترافقا في سفر، وسارا عبر الصحراء إلى ما شاء الله لهما أن يسيرا، حتى وصلا إلى بداية غابة تقع على أطراف مدينة عظيمة. وبينما هم كذلك رأوا شجرة كبيرة وقد امتد ظلها، فقال الكريم للبخيل: دعنا نستريح هنا اليوم قبل أن ندخل المدينة. وافق البخيل على ذلك، فجلس الكريم والبخيل تحت الشجرة يستظلان بظلها. ثم أخرج الكريم زاده وقال للبخيل: نأكل زادي أولا، ثم إذا حل الليل أكلنا زادك. ولما ودعت الشمس وهج الحمرة وجاء الليل وحل الظلام، قال البخيل لنفسه: يبدو أن السفر طويل، ولا أأمن على نفسي من الجوع إذا انتهى الطعام، وقرر أن يأكل الزاد وحده. فغضب الكريم لما علم بذلك، وقرر أن يفارقه، فتركه ومشى تحت جنح الظلام حتى وصل إلى طاحونة مهجورة، فقال في نفسه: أبيت الليلة هنا، ولما يصبح الصباح سيقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم صعد إلى حجرة مرتفعة من الطاحونة، وقبل أن يخلد في النوم بدأت مجموعة من الحيوانات المفترسة تدخل إلى الطاحونة تتلو بعضها بعضا، فدخل الأسد، ثم النمر والفهد، ثم الضبع والثعلب والذئب. وبعد أن اكتمل الجمع وقف الأسد قائلا: السلام عليكم معشر الغاب، ومرحبا بكم في اجتماعنا الشهري. ثم أردف قائلا: لقد اطلعت على تقاريركم، وأعجبني حسن تدبيركم للأمور، وأنا أشكر لكم جهودكم، وأرجو أن تحافظوا دائما على مهمتكم. والآن إن كان لدى أحدكم ما يطلعنا عليه فليفعل. قال النمر: يا ملك الزمان، هناك فأر في المنطقة التي تكرمت علي بإدارة شؤونها، يملك 100 ليرة ذهبية، يخرجها مع شروق الشمس ليرة ليرة، ويتركها في الشمس ساعة ثم يعيدها إلى مكانها، ولا أدري لماذا يفعل ذلك. وقال الفهد: أيها الملك الرشيد، هناك في المنطقة التي أوكلت إلي إدارة شؤونها ملك من بني البشر، مسموع الرأي، يطيعه الكبير والصغير، عادل في حكمه، حكيم في رأيه، غير أن له ابنة قد عجز الطب عن شفائها، وقد وعد الملك أن يزوجها لمن يجد لها دواء ويتمكن من شفائها. ودواء الأميرة في بيضة دجاجة، صفتها كذا وكذا، يملكها فلاح فقير في المنطقة كذا. ثم قال الضبع: يا من أثر قلوب الرعية بالعدل والمساواة، هناك شجرة في المنطقة التي أوكلت إلي إدارتها، أغصانها ناطحة للسحاب، وجذورها تمتد إلى أعماق الأرض، إلا أنها لا تثمر بسبب كنز ضخم مدفون تحتها، لدرجة أنه لا يتسع له مجلسك الموقر. وقال الثعلب: يا عالي المقام، فصل البشر بيننا وبين الدجاج بسياج، وأنا وقومي يكاد الجوع أن يفتك بنا يوما بعد يوم، وقد صار صغار الثعالب تأكل الثمار والخضار من الجوع. وقال الذئب: أيها الملك الذي تكرم على الرعية بواسع صبره، لقد كثر القنص في المنطقة التي أوكلت إلي إدارة شؤونها، والرعية هناك تشكو إليك ظلم بني آدم، فلا تتأخر عنهم، فقد عهدناك حاميا للأراضي منكسا لرؤوس الأعادي. وكان الكريم يستمع إلى هذا الحديث الذي طال بين ملك الغابة وباقي الحيوانات، حابسا أنفاسه كي لا تفتك به تلك الوحوش الكاسرة. ولما أن انقضى الليل وطلع الصباح، انفض الجمع، فخرج الأسد ثم باقي الحيوانات، وصار كل في طريقه. عندئذ نهض الرجل الكريم ثم توجه إلى حيث مكان الفأر، فوجده على وصف النمر، يخرج الليرات الذهبية ليرة ليرة حتى يتم 100، ثم يتركها في الشمس وينتظر ساعة. عندئذ تناول الكريم حجرا ورمى به الفأر حتى جعله يجري بعيدا، ثم أخذ الليرات وتوجه إلى حيث مكان الفلاح. ولما وصل إليه نظر فرأى الدجاجة، فعرفها بوصفها الذي سمعه من الفهد أثناء حديثه مع الأسد، فعرض على الفلاح أن يشتريها منه ب10 ليرات ذهبية. عندئذ لم يصدق الفلاح أن تلك الدجاجة تساوي ذلك المبلغ،
وسارع بالقبول وباعها إلى الكريم. أخذ الكريم الدجاجة وذهب بها بعيدا حتى وصل إلى ظل شجرة بعيدة عن الطريق، وانتظر الدجاجة حتى وضعت بيضة، ثم أخذ تلك البيضة وخبأها في جيبه، ثم توجه إلى قصر الملك. ولما وقف أمامه قال له: جئتك أيها الملك في أمر يهمك. فقال له الملك: قل ما عندك أيها الرجل. فقال الكريم: بلغني أن الأميرة مريضة وقد عجز الأطباء عن شفائها، فماذا أنت فاعل إن استطاع العبد الفقير أن يشفيها؟ قال الملك: إن شفيتها فهي زوجة لك، وإن كنت ممن يدعون الطب قطعنا رأسك. وافق الكريم على ذلك، ولكنه اشترط أن يعالجها في غرفة لا يراه فيها أحد إلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وافق الملك على شرط الكريم، وأمر 2 من الحراس أن يأخذوه إلى غرفة الأميرة. ولما دخل الكريم غرفة الأميرة وجدها نائمة على الفراش وقد أنهكها المرض، فدعا ربه أن يكون ما قاله الفهد حقا، وأنها ستشفى بتلك البيضة بإذن الله. ثم أخرج البيضة وأفرغها في إناء، وأخذ قطعة قماش وغمسها في سائل البيض، وبدأ يدهن الأميرة بها، فأخذت تتحرك قليلا، فلم يصدق الكريم ذلك. وبعد قليل من الوقت دهن الأميرة مرة أخرى، ففتحت عينيها، ثم صبر ساعة وأعاد الكرة مرة أخرى فتكلمت، ثم صبر ساعة ودهنها للمرة الرابعة، فقامت بأمر ممن خلق العلة والدواء، وكأنها لم تكن تشكو علة من قبل. سر الملك بذلك، وفرح فرحا شديدا بشفاء ابنته، وشكر الكريم على ذلك. ثم لم يكن منه إلا أن أحضر القاضي، وعقد للكريم على ابنته كما وعده، ثم أمر بإقامة الأفراح احتفالا بزواج ابنته من ذلك الرجل الذي كان سببا في شفائها. وفي صبيحة اليوم التالي قال الكريم للملك: أيها العم، في أرضك شجرة أوصافها كذا وكذا، وتحتها كنز ضخم لدرجة أنه لا يتسع له مجلسك الموقر، فأرسل معي من الجنود والعمال من يستطيع إخراجه. فأرسل الملك معه قائد الجيش والجنود وكثيرا من العمال، فحفروا حول الشجرة وأوسعوا الحفر حتى تمكنوا أخيرا من استخراج الكنز. فأخذ الكريم قسما منه ووزعه على العمال الذين قاموا بالحفر، ثم أخذ جزءا آخر من الكنز ووزعه على الفقراء والمساكين. وفي أحد الأيام بينما كان الكريم يمشي في شوارع المدينة، رأى صاحبه البخيل فرحب به وأجزل له العطاء، لكن البخيل رفض أن يأخذ شيئا قبل أن يقص عليه الكريم قصته، وكيف وصل إلى هذا الحال الذي هو فيه من الثراء والغنى. فأخبره الكريم بما كان من أمر الطاحونة، وبما سمعه من حديث الأسد مع باقي الحيوانات. فخرج البخيل مسرعا إلى الطاحونة، وكان قد مضى شهر بالتمام والكمال على الاجتماع السابق للحيوانات، وحان موعد الاجتماع الجديد، فبدأت الحيوانات المفترسة تدخل إلى الطاحونة. فدخل الأسد، ثم النمر والفهد، ثم الضبع والثعلب والذئب. وبعد أن اكتمل الجمع طلب الأسد منهم الحديث بعدما رحب بهم وشكرهم على جهودهم. فقال الذئب: يا ملك الغابة، كيف نحدثك؟ وفي المرة الماضية حدثناك بأمور لا أحد يعلم بها خارج هذا الاجتماع. فسرقت ليرات الفأر، وباع الفلاح الدجاجة العجيبة، وأخرج الكنز الذي كان تحت الشجرة. وما أظن إلا أن أحدا ما يسمعنا ويتلصص علينا ويعرف أخبارنا دون أن ندري. فأمر الأسد بتفتيش المكان، فانتشرت الحيوانات داخل الطاحونة للبحث عن من يتلصص عليهم ويعرف أخبارهم. وبينما هم كذلك وجدوا البخيل داخل الطاحونة، وكادوا أن يفتكوا به، لكنه هرب منهم بأعجوبة بعدما أصابوه بجروح بالغة. وهكذا كانت نهاية البخل والطمع، بينما ظل الكريم ينعم بالحياة مع زوجته في قصر الملك بعدما كان فقيرا لا يملك قوت يومه. هنا تنتهي قصة اليوم. دمتم في أمان الله.
ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله.